بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأخ أبا أيوب يسأل عن سؤال بخصوص صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. سؤال كثير ما يطرح: حكم صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. من العجيب أنه بعض الناس يضيف إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس موجود في الحديث، يضيف من عنده في أحاديث النبي مفاهيم من عنده هو ليست موجودة في الحديث. سأذكر الأحاديث وأذكر أقوال أهل العلم في المسألة بالأدلة. يستحب صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، حتى لو كان الإمام يخطب، وهذا مذهب الشافعية. اكتب عندك يا أبا أيوب، هذا الكلام ذكر، هذا مذهب الشافعية في كتاب المجموع للإمام النووي المجلد الرابع صفحة 551، وذكر أيضا في كتاب أسنى المطالب لزكريا الأنصاري، كتاب أسنى المطالب. اكتبوا يا جماعة من تحت المصادر اللي قاعد نذكر فيها، كل واحد يكتب مصدر وسجلوها عندكم المصادر. كتاب أسنى المطالب لزكريا الأنصاري، المجلد الأول صفحة 259. يستحب، تبع معايا مليح، هذا مذهب الشافعية، وذكرت لك الكتب الموجود فيها هذه المسألة. وهو مذهب الحنابلة، صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. أين ذكر هذا في مذهب الحنابلة؟ كتاب الإقناع للحجاوي، المجلد الأول صفحة 198، وكتاب المغني لابن قدامة المجلد الثاني صفحة 236. وبه قال طائفة من السلف، قالوا إيش؟ باستحباب صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. ومن دخل، قال الإمام ابن قدامة، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول والإمام الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. ذكر هذا الكلام كما ذكرنا، كتاب المغني المجلد الثاني صفحة 236. وقال الإمام النووي في مذاهب العلماء في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب: مذهبنا أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما، ويكره له تركهما. وبه قال الحسن البصري ومكحول والمقبري وسفيان بن عيينة وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وآخرون. كتاب المجموع المجلد الرابع صفحة 552. وهو مذهب الظاهرية. إذن هذا قول جمهور العلماء يا أيوب، قول جمهور العلماء، وهو مذهب الظاهرية كما ذكرنا قبل قليل. وقال ابن حزم: من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. كتاب المحلى المجلد الثالث صفحة 275. وحكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على استحباب صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب. قال ابن حزم: فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره صلى الله عليه وسلم، من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين، وصلاهما أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بحضرة الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف ولا عليه منكر. كتاب المحلى المجلد الثالث صفحة 277. قال ابن حجر: ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك، أنه نهى عن الصلاة تحية المسجد والإمام يخطب، في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 411. وابن باز رحمه الله سئل: إذا دخلت المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة هل الأفضل أن أصلي تحية المسجد أم أجلس للاستماع للخطبة؟ قال: صلي التحية ثم اجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. يا أخي النبي يستحي أنهم يقول لهم تصدقوا على فلان فإنه فقير، فعلها النبي قبل ذلك، قال تصدقوا على فلان، ما يستحيش صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يستحي من الحق، وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين وأنه يصليهما قبل أن يجلس، وإن كان الإمام يخطب فهما متأكدتان. فتاوى نور على الدرب المجلد 13 صفحة 308. ابن عثيمين كذلك سئل في نفس المسألة، وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة. هناك من يرى بالوجوب، ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع خطبة الجمعة، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وقال أيضا أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي، ولكن الأقرب القول بأنها سنة مؤكدة، والعلم عند الله تعالى. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين المجلد 14 صفحة 354. وبه أفتت اللجنة الدائمة، مجموعة من علماء مجموعة من علماء السعودية في اللجنة الدائمة: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنك تؤدي تحية المسجد وتجلس تسمع الخطبة. وهذا ذكروه فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية المجلد 7 صفحة 136. باهي احنا ذكرنا أقوال المذاهب الفقهية في هذه المسألة، لكن الآن لابد أن نسأل ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ لابد أن نسأل ما هو دليلهم على ذلك. دليلهم يلا شد عندك الآن، امسك عندك، جزاك الله خيرا يا شهاد. من السنة: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصريح يا أبا أيوب، تصريح، قال: صليت يا فلان؟ ما قالوش قم فصلي يريد أن يظهر حاله أمام الناس أنه فقير، قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. إذن هذا تصريح بأنه لابد أن يقوم يصلي. ليست القضية قضية أنه يريد أن يظهره للناس فقيرا. من قال ذلك؟ النبي قال: أردت أن أظهره إليكم أنه فقير، أو الصحابة؟ لا، هو كلام قيل اجتهاد من بعض أهل العلم، والاجتهاد هذا خارج عن النص. النص صريح واضح: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أخي هذا الكلام يستحق تفسير. بالله عليكم أين العقول متاعنا؟ وين عقولنا؟ هل هذا الكلام يستحق تفسير؟ كلام عربي بسيط واضح: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، قال لك يوم الجمعة وقال لك والإمام يخطب. إذن ما فائدة ذكر هذا الحديث؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم: الإمام يخطب يوم الجمعة. ما فائدة ذكر يوم الجمعة وما فائدة الإمام يخطب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر رجلا فقيرا للناس حتى يعينوه ألا يحرجه؟ هذا كلام باطل ما يصح. الحديث واضح صريح، دلالة الحديث وسهولة الحديث تبين أن النبي يقصد بذلك إيش؟ يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم، الحديث رقم 875. حديث صريح واضح. بالله عليك ركز معي. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إيش يعني؟ تسبيحة في الركوع، تسبيحة في السجود. كم ستدوم الصلاة التي ستشغلك عن خطبة الجمعة؟ كم ستدوم الصلاة؟ إذا صليت صلاة خفيفة بالفاتحة، والمالكية، ومن العجيب أن المالكية يجيزون الصلاة بالفاتحة دون سورة، يجيزون كما أجازوا صلاة سنة الفجر بالفاتحة دون سورة. يعني إذا كانت الصلاة بالفاتحة مع تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود، كم ستدوم الصلاة؟ دقيقة تشغلك عن خطبة الجمعة؟ كلام لا يصح يا أخي، والله ما يصح. بعد ذلك أنت ستخطب الخطبة، ستصلي ركعتين وأذناك مغلوقتان. حديث آخر، حديث أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
فوجه الدلالة أن الحديث عام فيدخل فيه ما إذا دخل إلى المسجد أثناء خطبة الجمعة أو غيرها من الأوقات، حتى لو دخل في أوقات النهي. عندنا آثار كذلك تدل على هذه المسألة. عندنا آثار أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب، الأمير يخطب، فصلى الركعتين، فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. الحديث هذا الذي ذكرته الآن، حديث أبا سعيد الخدري من صحابة النبي، أخرجه الترمذي والدارمي والبخاري في القراءة خلف الإمام، وابن خزيمة والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ابن حجر في فتح الباري ثابت، وحسنه الإمام الوادعي في الصحيح المسند، وحسن إسناده الألباني في التعليق على ابن خزيمة. دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع. يعني بعد كل هذا التبيين وهذا التوضيح ما زلنا باش نستدل؟ يعني أعطيني حديث واحد يمنع. أنا اليوم أتعجب من بعض الخطباء في بلاد المسلمين أنه يعني يخطب في الجمعة، يقطع خطبة الجمعة وينهى الناس: اجلس اجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عكس هذا الخطيب، قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية أخرى قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قم فاركع. النبي يأمر الناس بالقيام للصلاة، وهذا المسكين يأمر الناس بالجلوس وعدم الصلاة. من الذي يخالف؟ من الذي يخالف؟ من خالف؟ هذا الرجل خالف. لو كان مطلع على أقوال المذاهب الفقهية الأخرى لكان قال يجوز، وهذا دين جديد. سمعت بعضهم، حضرت بعضهم والله في خطبة الجمعة: وإيش هذا التعصب؟ وجبتوا لنا مذهب حنبلي ونحن نرفض المذهب الحنبلي، وكأنه مذهب الحنبلي مذهب يهودي ولا مذهب نصراني ولا مذهب شيعي رافضي. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الحنبلي. أطبقت الأمة على أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب على الحق. هذا لا يعني أنه مذهب الإمام مالك ليس على حق أو مذهب الإمام الشافعي ليس على حق. إذا قول جمهور العلماء باستحباب بتحية المسجد. فأرجوكم، اليوم ولينا نسمع الإنكار بصفة مستمرة. تنكرون على ماذا؟ تنكرون بسبب جهلكم للدين، وبسبب جهلكم لأحاديث النبي، وبسبب جهلكم لأقوال العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة. ليش الإنكار؟ لا يجوز الإنكار يا أخي. نحن لا ننكر على إنسان دخل وجلس، والله ما أنكر عليه، ولا أقول له قم فصلي ركعتين. فلا تنكرون على من يصلي عنده دليل أقوى من دليلك. أدلتكم استنباط. والله النبي أراد أن يظهره أمام الناس أنه فقير ومحتاج إلى المال. ليش النبي يتحرج أن يقول أيها الناس أعينوا هذا الفقير؟ لا والله، ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحيل في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج أمرا بينه للناس، ما يستعمل أسلوب غير الذي يظهر، ما يبطن النبي صلى الله عليه وسلم عكس الذي يظهر. الأمر واضح. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب حط لك جميع القيود، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. خففهم خفاف. 60 ثانية، ما 60 ثانية ما تمنع الإنسان من أنه يسمع خطبة الجمعة. هذه نقطة. وأخيرا أختم. عند من الأدلة الكثيرة على جواز الصلاة السببية في أوقات النهي. يجوز أن تصلي صلاة سببية، تحية المسجد، صلاة الاستخارة، إيش آخر؟ أي صلاة أخرى لها سبب، صلاة الجنازة في أوقات النهي. كل صلاة في أوقات النهي جائزة ما دام لها سبب. فالعلماء فرقوا بين الصلاة السببية والصلاة الغير سببية المطلقة. المطلقة في أوقات النهي لا تصلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه رجلا يصلي في المسجد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفريضة، وأنتم تعلمون هذا وقت نهي. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا يصلي الرجل؟ قالوا: يصلي سنة الفجر يا رسول الله. فسكت. سنة تقريرية أقره النبي، والنبي لا يقر على خطأ ولا يقر على باطل. إذن أرجوكم على الأقل إذا ما اطلعتم على كلام العلماء الآخرون في هذه المسائل فلا تنكروا على الناس ولا تمنعوا الناس، ورغم أن الأدلة واضحة صريحة بينة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما.